اول ما دخلت الكليه كنت داخل متحمس، رحت جبت الكتب كلها وقعدت اذاكر 6 أو 7 ساعات كل يوم لمده اسبوعين، ولكن اكتشفت ان المحصله النهائيه حرفيا صفر، وان انا مش فاكر اي حاجه. وهنا اكتشفت يا عزيزي ان الفكره كلها في طريقه المذاكره مش في المذاكره نفسها. فالنهارده باذن الله هشارك معاكم اهم طريقتين مذاكره، واللي فعلا هيفرقوا معاكم 180 درجه من اول يوم في الكليه. بص يا دكتور، المشكله كلها ان انت داخل الكليه عندك كميات كبيره جدا والوقت المتاح معاك للمذاكره دي قليل جدا. فاحنا بنحاول نطلع بطرق ان احنا نذاكر اكبر كميه باعلى جوده وفي اقل وقت. دي حاجه اسمها الاكتيف ستادي تكنيكس او طرق المذاكره الفعاله. احنا معانا اهم طريقتين فيهم النهارده، طريقه اسمها السبيس ريبيتيشن او التكرار المتباعد، وطريقه اسمها الاكتيف ريكول. بس خلي بالك لو انت طبقتهم في حاجات برضو لازم تاخد بالك منها، بحيث ان احنا نطبقهم صح وان احنا نستفيد منهم اقصى استفاده. فالطريقتين لوحدهم مش كافيين، لازم برضو نطبق الحاجات اللي في اخر الفيديو. خلي بالك بقى، لو انت طبقت دي لوحدها مش هينفع، ولو طبقت دي لوحدها مش هينفع، ولو طبقت الاثنين مع بعض بس ما خدتش بالك من الحاجات اللي هقولها لك في اخر الفيديو برضو مش هينفع. عشان نحصل اقصى استفاده ممكنه لازم نطبق كل الكلام الموجود في الفيديو، ما ناخدش جزء ونسيب جزء. اول طريقه معانا السبيس ريبيتيشن او تكرار المتباعد. معناها ببساطه ان انا بكرر الموضوع اللي انا بذاكره على فترات متباعده. يعني النهارده مثلا انا ذاكرت اناتومي اوف ذا هارت، او ذاكرت الاكشن بوتنشال، ذاكرته النهارده، تاني يوم اروح اقراه، تالت يوم لا ما اقراهوش، لان كده انت بتعود مخك ان هو عشان يفتكر المعلومه لازم تذاكرها كل يوم. لا انا مش عاوز الطريقه دي. انت ذاكرته النهارده اللي هي اول مره، تاني يوم هتقراه، بعد كده هتسيب 3 أو 4 أيام وترجع تذاكر الموضوع دوت او تقرا الموضوع دوت، بعدها تسيب 3 أو 4 أيام وترجع تقرا الموضوع دوت، بعدها تسيب اسبوع وترجع تقرا الموضوع دوت. فكده انا عودت مخي يا دكتور ان الجدع دوت لازم يفضل فاكر المعلومه، ده هو بيذاكرها كل فتره كل 4 أيام، فلازم اخليني فاكر المعلومه عشان لما يذاكرها تاني يفضل فاكرها. دي طريقه السبيس ريبيتيشن، ان انا بكرر المعلومه على فترات. طيب يا دكتور، ما انا ذاكرت وعملت السبيس ريبيتيشن اللي بتقول عليه دوت وبرضه لسه مش فاكر المعلومه. هنا بقى نرجع للطريقه الثانيه اللي لازم نطبقها برضه مع الطريقه الاولى، لو طبقت دي لوحدها مش نافع. هو المشكله فين يا دكتور؟ ان احنا طريقه مذاكرتنا زي مذاكره الثانويه، ان انا والله بمسك الكتاب وافضل اكرر واعيد وازيد في المعلومه وافضل امشي عيني على المعلومه، وده غلط، ده مش صح. لازم نذاكر بحاجه اسمها الاكتيف ريكول، ان انا بعود مخي لازم تتعب عشان تاخد المعلومه. يعني ايه يا دكتور الاكتيف ريكول دوت؟ يعني النهارده مثلا انا ذاكرت اناتومي اوف ذا هارت، عرفت عباره عن ايه البوزيشن بتاع الهارت، والهارت دوت عباره عن ايه، وبياخد ارتيريال سبلاي ايه ونيرف سبلاي ايه، وعرفت كل ما يخص الاناتومي اوف ذا هارت. تاني يوم هقراه برده بنفس الطريقه. بس خلي بالك بقى، بعد 4 أو 3 أيام وانا بذاكر المره اللي عليها الدور مش هذاكر بنفس الطريقه، هذاكر في صوره حل اسئله، او هذاكر في صوره ان انا بسال نفسي اسئله. يعني ايه يا دكتور؟ يعني والله يا ياسين انت كنت ذاكرت البوزيشن اوف ذا هارت، تعرف تقوله لي؟ فانا بسال مخي السؤال دوت من غير بقى ما اقعد اعدي على الكتاب، لا انا بجبر مخي ان هو يفتكر المعلومه. طيب ما عرفتش اقراها مره واخبي وارجع اسمعه من تاني. دي طريقه الاكتيف ريكول، الاستدعاء النشط للمعلومه. طيب يا دكتور احنا كده هنتلخبط ومش هنعرف نطبق الطريقتين مع بعضهم. هل في حل سهل بيجمع بين الطريقتين؟ في حل فعلا بيجمع بين الطريقتين، بيجمع بين طريقه التكرار المتباعد للمعلومه وطريقه الاكتيف ريكول، ان انا بخبي على المعلومه او مخي مخبي على المعلومه وبيحاول يفتكرها. الطريقه دي يا دكتور اسمها الفلاش كاردز. ايه الحاجه اللي بتميز المذاكره عن طريق الفلاش كاردز؟ يعني ايه الحاجه اللي تخليني اذاكر عن طريقها؟ بكل بساطه ان هي بتجمع لك بين الطريقتين. اول حاجه ان هي بتحط لك الموضوع او التوبيك في صوره اسئله، فانا بحاول اجبر مخي ان هو يفتكر المعلومه في صوره سؤال. فدي كده اول طريقه اللي هي الاكتيف ريكول، ان انا بجاوب المعلومه في صوره اسئله. طيب ازاي بقى بنطبق الطريقه الثانيه في الفلاش كاردز؟ النهارده مثلا انت معاك حوالي 50 كارت، جاوبت منهم 40 صح و10 غلط، هو بيفضل يكرر لك ال10 الغلط كل فتره لحد ما تفتكرهم. فدي طريقه السبيس ريبيتيشن. يبقى انا ذاكرت في صوره اسئله اللي هي الاكتيف ريكول، ان انا بجبر مخي يفتكر المعلومه، وذاكرت بطريقه ثانيه اللي هي السبيس ريبيتيشن، ان المعلومه اللي انا بغلط فيها التطبيق دوت او الفلاش كاردز دي بتفضل تتكرر معايا لحد ما افتكرها لحد ما اظبطها. يبقى احنا كده جمعنا بين الطريقتين. طيب يا دكتور انا طبقت الطرق دي كلها وبرده لسه عندي مشاكل، برده لسه بنسى المعلومه، لانك يا دكتور بتستخدم الحواس الغلط. يعني يا دكتور انا عندي قاعده، ذاكر بايدك بعينك بلسانك. في ناس بتذاكر بعينها بس ان هي بتمشي عينها على الكلام، في ناس بتذاكر بايدها بس ان هي بتكتب معلومه، في ناس بتذاكر عن طريق سماع المحاضره بس. عشان اوصل لاعلى محصله يفضل اذاكر بالطرق الثلاثه مع بعض، ان انا بذاكر بعيني عن طريق ان انا بمشي عيني على صور على الكلام فيكون عندك فوتوجرافيك ميموري. تاني طريقه ان انا بذاكر بايدي، ان انا بكتب المعلومات المهمه مش كل المعلومات. تالت طريقه يا دكتور ان انا بذاكر عن طريق ان انا بسمع نفس المعلومه، عن طريق ان انا بعلي صوتي وانا بقرا المعلومه.
فكده يبقى الحواس كلها اشتغلت مع بعض، فانا بذاكر بعيني بايدي بلساني. عملت زي ما انت بتقول لي بالظبط، ولكن برضو لسه عندي مشكله، لسه عندي مشاكل في مواد معينه. ده يا دكتور لانك بتعامل المواد كلها نفس المعامله. في مواد اصعب ومواد محتاجه مذاكره اعلى، ومواد اسهل او محتاجه مذاكره اقل. فانت هتركز او تحط المجهود الاعلى في الماده الاصعب بالنسبه لك، او الماده اللي انت عندك فيها مشاكل. انا مثلا عندي اناتومي وعندي باثولوجي، انا مذاكر الاناتومي كويس، بس الباثولوجي عندي فيه مشاكل واضح جدا ان انا واقع فيه. فهحط مجهود اكبر في ماده الباثولوجي ومجهود اقل في ماده الاناتومي. فانت مش كل لما تيجي تراجع هتذاكر المواد كلها بنفس المجهود، لا، انا بدي الحاجه اللي انا مظبطها وقت اقل، بدي الحاجه اللي بايظه مني او اللي واقعه مني وقت اعلى، وبكده انا بذاكر باعلى كفاءه واقل وقت ممكن. طيب انا طبقت الكلام اللي انت قلته كله، ومع ذلك برضو في معلومات بنساها او معلومات دايما بلخبط فيها. اقول لك الموضوع بسيط، انت عندك طريقتين: اما ان انت تشرحها لواحد صاحبك، يعني تذاكرها وتشرحها لواحد صاحبك فده بيثبت المعلومه، او الطريقه الثانيه تتخيل ان في ناس انت بتشرح لهم، اكنك قاعد في قاعه محاضرات، او ان انت قاعد في محاضره مثلا وانت اللي بتشرح، انت الدكتور اللي بيشرح الماده. فانت تخيل انت بتشرح المعلومه لحد، هتلاقي المعلومه بتثبت بشكل اعلى. بص بقى يا دكتور، اللي بيبدا الكليه صح بيكمل بعد كده صح، فلازم تدخل من الاول متاسس في الميديكال ترمينولوجي او المصطلحات الطبيه. وعشان كده اسيب لك لينك اول محاضره واهم محاضره في الميديكال ترمينولوجي في الكومنتات، فالمطلوب منك تشوفها لان فعلا هتفرق معاك في الكليه من اول يوم. لو عندك اي استفسار سيبولي في الكومنتات، وبرده لو حابب ان احنا نتكلم عن موضوع معين او نعمل له فيديو برده سيبولي في الكومنتات او قول لي عليه في الكومنتات.